انا هتكلم عن اهم خبرين شاغلين دماغ جمهور نادي الزمالك. بعض منهم عنده علم بالمعلومه دي، بعض الاخر ما عندوش علم بالمعلومه دي نهائي. جوزيه جوميز مجلس اداره نادي الزمالك عرض عليه ادم والناس وقالوا له نجيب لك فيديوهات. قال لهم من غير فيديوهات، من غير ما اشوف اي حاجه ليه انا عايزه هاتهولي. انا من وانا بدرب في الخليج انا نفسي فيه. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يجي الزمالك. انا ما عنديش اي مشكله. الراجل فري، يعني الراجل مش هيكلفك عقد النادي بتاعه، وهيجي لك كل اللي انت هتتكفل بيه المرتب بتاعه. بس في مشكله في المرتب بتاعه، عايز رقم بس اعتقد الزمالك ممكن يجيبه يعني عادي. ده كان هيدفع في بن شرقي 1,100,000 دولار، يعني مش هتيجي على الراجل دوت. في بقى مفاجأة تانية محدش متوقعها يعني، بس ان شاء الله تتم. صديق اجولا اتعثرت المفاوضات مع بيراميدز، والزمالك بعد ما سمع الخبر ده راح جري دخل تاني في مفاوضات مع سيراميكا عشان خاطر يضمه. والنادي قال لهم معاكم 1,000,000 دولار. احلى صديق اجولا، معكوش خلاص. راح الناس قالوا له لا احنا معانا 1,000,000 دولار جاهزين، ما فيش اي مشكله خالص، ولو عاوزهم الصبح هنديهم لك. بس مستنيين يشوفوا بيراميدز هيعمل ايه، وايه اخبار بيراميدز وهتوصل لايه معاه. ولسه الكلام ده امبارح بالليل، واحتمال كبير نشوف صديق اجولا برضو. جوزيه جوميز كان عايز صديق اجولا اكتر من بن شرقي. قال لك انا الراجل دوت شايف في حاجات اكتر من بن شرقي وهينفذ لي اللي انا عايزه. وبرضو دي من ضمن الصفقات اللي ممكن تلاقيها في نادي الزمالك خلال الساعات الجايه.